بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا جولة جديدة في جبل أحد. جبل أحد زي ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. هنبتدي الجولة بتاعتنا، وقبل ما نبتدي الجولة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحطوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. نبدأ مع بعض الجولة بتاعتنا من هنا. هحكي لكم القصة من هنا. هي كانت معركة بين المسلمين والمشركين. المشركين كانوا بقيادة أبي سفيان، والمسلمين كانوا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت المفروض أروح أشرح لكم المعركة، مكان المعركة عند الزحمة اللي هناك دي، ده مكانها، فكنت المفروض أشرح لكم من هناك، بس عشان الزحمة أنا هشرح لكم من هنا إن شاء الله. نعرف بقى ايه اللي حصل. المعركة كانت بين المسلمين والمشركين. فالمسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الجيوش، وكانوا القادة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا مصعب بن عمير، والحباب. والمشركين كانوا بقيادة خالد بن الوليد وفي الميمنة، وعكرمة ابن أبي جهل في الميسرة، على ما أظن يعني. سيدنا خالد بن الوليد كان يمتاز بالدهاء، الدهاء الشديد، وكان فعلا رجل الحروب. سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد. جه في المنطقة دي اللي هي كان اسمها وادي قناة، وانتظر سيدنا خالد ووقف بالجيش بتاعه هنا لما يشوف نتيجة الحرب هيحصل ايه والدنيا هتوصل لايه مع المسلمين. وكان في ذاك الوقت سيدنا خالد بن الوليد كان مع المشركين، كان في صفوف المشركين في الوقت ده. فجه لمنطقة وادي قناة، ووقف سيدنا خالد بن الوليد في المنطقة دي كده. وبعد كده المسلمين كان عددهم في الوقت ده هنا طلع فيه 50 رجل فوق التبة اللي احنا عليها دي، اللي هو جبل الرماة ده. وكان عدد المسلمين في الوقت ده وهم داخلين الحرب 1000 مقاتل، وعدد المشركين كان 3000. ولكن رأس النفاق عبد الله بن سلول عمل خدعة ومكيدة. فالخدعة والمكيدة دي خد جزء من الجيش وخلاهم يتراجعوا، وتقريبا كده المسلمين صدقوا المكيدة دي ورجعوا. 300 شخص من جيش المسلمين تراجعوا. وبعد ما رجعوا 300 شخص من جيش المسلمين، كده المسلمين عددهم أول عن آخر بقى 700 شخص. 700 شخص بيحاربوا 3000 من المشركين. وبدأت الحرب. رسول الله قال لل50 اللي هيطلعوا فوق تبة الرماية دي اللي أنا عليها دي، قال: مهما حصل ما تنزلوش من على التبة. لو شفتوا الطير بتاكلنا اوعوا تنزلوا من على التبة دي. وده كان أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بيحموا ظهر المسلمين، بيحموا ظهر المسلمين من ورا. فلو ظهر المسلمين ده اتشال خلاص هتبقى ثغرة في قلب الجيش. ولكن هو كانت النصرة للمسلمين في وقتها، ولكن ربنا رفع نصرته عنهم علشان حب يأكد لهم حاجة معينة: انهم ما يخالفوش اوامر الله واوامر الرسول. ففي الحالة دي اول ما سقطت راية المشركين 9 مرات، التحم هنا الجيشين تحت في المنطقة دي بالظبط، التحم هنا الجيشين تحت، تمام، في المنطقة دي. وكانت نساء المشركين واقفين في المنطقة دي كده زي ما بشاور لكم، كانوا واقفين تحت ماسكين الدفوف، بيخبطوا ويطبلوا عليها عشان يحمسوا المشركين على القتال. ودي كانت عاداتهم في الوقت ده، كانت العادة بتاعتهم بالشكل ده، تمام. وبدأ القتال وساحة المعركة هنا تحت، وسقطت راية المشركين 9 مرات، وظن المسلمين انهم انتصروا. فنزلوا جري، اللي كانوا هنا اللي كانوا على التبة هنا نزلوا جري يلفوا من ورا من هنا عشان ياخدوا الغنائم. وهنا لاحظ سيدنا خالد بن الوليد اللي كان واقف في المنطقة دي في وادي قناة، فدخلوا عملوا زي ما تقولوا كده بالبلدي، عملوا كماشة على الجيش من ناحية الميمنة ومن ناحية الميسرة. دخل سيدنا خالد من ناحية اليمين، وسيدنا عكرمة ودخل عكرمة بن أبي جهل تقريبا من على الجناح التاني، وطبقوا على المسلمين، تمام. وبدأت
كان ربنا رفع نصرته عن المسلمين عشان يديهم درس انهم ما يخالفوش اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي اوامر ربنا ابدا. وهنا بقى التف حول الرسول المشركين، التفوا المشركين حول الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان ده، التفوا حوله. للأسف أنا كان نفسي أطلع لكم فوق هنا عشان أشاور لكم على شعب الجرار بالظبط، كنت عايزة أطلع هناك عشان أوريه لكم، بس للأسف مش هيبان. التفوا حوالين الرسول المشركين، ويا حبيبي يا رسول الله على الأذى اللي شافه في يوم أحد. وهنا جاء المشركين، كانوا تقريبا مش فاكرة بقوا كام واحد، كسر خوذة الرسول فوق رأسه، وواحد من المشركين تاني كسر أنف الرسول، وواحد تاني كسر شق جبهته، وجه واحد رابع اللي هو عبد الله بن قمئة اللي فتح جبهة الرسول، عبد الله بن قمئة. واترمى ساعتها اترمى سيدنا مصعب بن عمير على الرسول صلى الله عليه وسلم، اترمى عليه سيدنا مصعب بن عمير، وساعتها عبد الله بن قمئة قتل سيدنا مصعب بن عمير. وهنا صاح الشيطان. وفي حديث او في تفسير مسلم ان بيقول لك كان في الوقت ده فعلا شيطان اسمه زاد، فبيقول له من انت؟ فقال له انا الشيطان. المهم ان الصيحه جت، مش هتطرق ليها. الصيحه قالت ايه؟ قتل محمد، قتل محمد. الله اعلم بقى اذا كان فعلا الشيطان اللي قال كده ولا عبد الله بن قمير ابن قمئة. تمام. فعشان يثيروا الحزن والذعر في المسلمين قالوا كده، احتمال ده كان كده الكلام. تمام. او ممكن يكون عبد الله بن قمئة لما شاف الدم على سيدنا محمد اللي هو دم سيدنا مصعب بن عمير قال لك قتلت محمد، قتلت محمد. وساعتها المسلمين نفسيتهم باظت، وكانوا بيقولوا هنعمل ايه بعد رسول الله. في الوقت ده ما كانش سيدنا محمد طبعا قتل، ولكن كان بيصعد هنا في شعب الجرار، هي شعب الجرار في المنطقة دي هنا، وصعد رسول الله، وكان بيشيلوا سيدنا طلحة عشان يرفعوا لشعب جرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة، لأنه من ضمن الناس اللي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه عشان ساعد سيدنا محمد هو وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فطلع رسول الله شعب الجرار، وكان هنا موجود سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبي بكر الصديق، وانتهت المعركة لصالح المشركين. وحب ربنا يدي للمسلمين درس معتبر في اليوم ده، إنه ما تغرهمش أي حاجة حصلت في مقابل انكم تخالفوا اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانقضت المعركة، وكان صعب التكافؤ بعدها بعد اللي حصل في جيوش المسلمين. ونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل شعب الجرار، لقى كل الجيش هناك، كان كل الجيش تكهكر ورجع لورا كله. وهنا ركب ابو سفيان الخيل بتاعه وبقى يتمشى بهيلمانه وبعظمة وكبرياء في المنطقة دي، ودخل شعب الجرار وفضل يقول العزة اليوم لهبل، العزة اليوم للآلهة، أو العزة اليوم لآلهتنا. فصاح سيدنا عمر بن الخطاب، كان دمه حامي، فصاح فيه وقال له العزة لله جميعا، العزة لله. فهو صح بعد ايه؟ بعد ما قال له، بعد ما ابو سفيان قال افيكم محمد، ما حدش رد. افيكم ابو بكر، ما حدش رد. افيكم عمر، فقال نعم انا فيهم يا عدو الله. ده سيدنا عمر كان دمه حامي. فقال له العزة لهبل، العزة لهبل. فقال سيدنا عمر العزة لله والله أكبر. رد عليه سيدنا عمر، وما كانش سيدنا عمر يخشى في الله لومة لائم. المهم قال له طب أنا هسألك يا عمر سؤال، أقتل محمد؟ قال له عمر لا وربي. وهنا كانوا خلاص عرفوا المشركين والمسلمين إن سيدنا محمد لم يقتل، ورجعت نفوس المسلمين تهدى شوية. وعايزه اقول لكم بمناسبه ان اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان الخوذه اتكسرت او شقت جبهته، تمام، او الاربع اسنان اللي قدام دول اللي اتكسروا، فانا عايزه اقول لكم ان الحمد لله رب العالمين اجساد الانبياء لا تبلى. الحمد لله كأن شيئا لم يكن.
كل حاجة بتتجدد تاني من أول وجديد، لأن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفات كده من عند ربنا، حاجة كده من عند ربنا، حاجة معجزة، حاجة بتاعت ربنا. وما نقس نفسنا ولا نساوي نفسنا بالكلام ده خالص. المهم يعني، وانتهت المعركة بالشكل ده. وكان نفسي اطلع شعب الجرار، وكل مرة انا بقول ان شاء الله هطلع فيها شعب الجرار، ولكن لم يحالفني الحظ في اقل مرة. وان شاء الله ربنا يردها لي في يوم من الايام، واكيد لسه ربنا ما اذنش. فان شاء الله انا كنت احب اطلع اي مكان طلع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا انتهى الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو او لو قلت اي معلومة غلط سامحوني فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وامنه. مع